السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض مربى الفراولة. زي ما انتم شايفين بقى القوام بتاعها مظبوط وكمان الطعم بتاعها تحفة. بصوا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون بتاعها والقوام؟ يعني متهيألي كده هي تتكلم عن نفسها. شايفين عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هقول لكم ازاي لو عايزينها قطع تخلوها قطع، وكمان لو عايزينها كريمي برضو تخليها كريمي. اهم حاجه ما ننساش نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. تعالوا بقى نشوف يلا عملناها مع بعض ازاي. الجمال ده كله عملناه ازاي مع بعض؟ سهله جدا يا جماعه وما خدتش معايا اي وقت خالص. عندي هنا 2 كيلو من الفراوله، او طبعا على حسب الكميه اللي انت عايزاها. انا هقولك مقادير الكيلو وانت بقى ضعفي زي ما انت عايزه. طبعا اول حاجه هشيل الورده اللي في الفراوله ديت وهغسلها كويس جدا عشان يا جماعه بيكون فيها رمله. لازم اغسلها كويس جدا كده ونحاول اننا نشيلها من المية عشان بس الرمل اللي فيها كلها تنزل في المية. بصوا بقى هغسل الفراولة بتاعتي ديت كويس وتعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. بعد ما غسلناها هنقطعها 2 أو 3 اهوت. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده لازم نغسل الفراولة كويس جدا. شايفين بعد ما غسلناها هنبدأ بقى ان احنا نقطعها 2 أو 4. معلش انا قلت 3 بس هنقطعها 2 كده نصين يا اما 4. طبعا لو احنا حابين ان هي تبقى قطع وقطع يعني كبيرة هنقطعها، هنكتفي ان هي تكون 2. عامة الفراولة بتاعتي حجمها حلو كبير زي ما انتم شايفين، فانا الكبيرة قطعتها 4 والصغيرة قطعتها 2. خلاص كده غسلنا الفراولة وكمان قطعناها. تعالوا بقى نشوف هي تاخد قد ايه من السكر. عندي هنا يا جماعة ال2 كيلو دول انا احط عليهم كيلو من السكر. طبعا لو انت حابة تقللي السكر عن كده براحتك. انا عندي زي ما قلت لكم هقول لكم على مقادير الكيلو. الكيلو يا جماعة هياخد نص كيلو من السكر. كمان لو حابة ان انت تحطي له النص كيلو دول هيكون عبارة عن 3 كوبايات او كوبايتين ونص. لو انت حابة تحطي كمان لكيلو الفراولة كوبايتين بس من السكر براحتكم. يعني السكر دوت على حسب مزاجك انت وعلى حسب احتياجك انت للسكر قد ايه. لو انت مش بتحبيها مسكره قوي يبقى ما تزوديش السكر. لا ما فيش مانع وعادي ممكن تتقبلوا الحاجه مسكره شويه. يبقى خلاص حطي على الكيلو الفراوله نص كيلو من السكر. بصوا بقى انا حطيت عليها السكر وكمان عصرت عليها نص عصره ليمونه وحطيتها في التلاجة لغايه تاني يوم. بصوا يا جماعه تاني يوم باجي اطلع الفراوله من التلاجة بلاقيها عملت كومبوت او شربات زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى يا جماعة هسيبها كده على النار لغاية لما تغلي. طبعا قلبتها شوية كده يعني حركت السكر عشان السكر كان تقيل قوي من تحت. بصوا بقى كل ما تغلي هتبدأ ان هي تطلع ريم. هسيبها بقى تغلي على نار هادية شوية، ما تكونش النار عالية يا جماعة لان النار لو عالية هنلاقيها ده كله فار على البوتاجاز. لازم النار تكون يعني وسط، ما تكونش عالية قوي ولا هادية قوي. بصوا بقى كل ما تطلع ريم هنشيله. لازم الريم ده كله كده يتشال، لان الريم دوت لو قعد في الفراولة هيبوظها، مش هيخلي صلاحيتها تقعد يعني فترة اطول. هي كده ممكن تقعد بره التلاجة اسبوع او 10 ايام، وكمان ممكن تخليها في التلاجة من اسبوعين وتقعد معاكي لغاية شهر. بصوا بقى كل ما تطلع ريم كده هبدأ ان انا اشيله. ديت يا جماعة في الوقت اللي احنا فيه دوت هتقعد بره التلاجة اسبوع 10 ايام ومش هتجرى لها اي حاجة، من غير اي مواد حافظة ولا اي حاجة. يعني تقعد بره التلاجة عادي. ما تقلقوش، اهم حاجة المعلقة اللي نتلفى منها يعني ما ناكلش بيها. نحاول ان احنا نتلفى بالمعلقة، ما نحطهاش على بقنا. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده الفراولة بدأت دخلت يعني المربى دخلت في السوا. شايفين الفراولة بدأت تدبل ازاي؟ طبعا كل ما تبدأ ان هي تستوي بنحس ان هي قلت. سبتها بقى على البوتاجاز. شايفين يا جماعة لونها بدأ يتغير ازاي؟ شايفين طبعا انا ما حطيتلهاش اي لون ولا اي حاجة خالص. هي مجرد ما بدأت تدخل في السوا كده ادتني اللون الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين بقى المربى بتاعتي جميلة ازاي؟
بسرعه كده بقى هقول لكم. بصوا يا جماعه، كده هي خلاص خلصت. اول ما نعمل المعلقه ونلاقيها بالشكل ده كده، نعمل خط ما يرجعش الاتنين يضموا على بعض تاني، هي كده خلاص استوت. لكن انا لو عملت خط ولقيت الخط يعني اتمسح وبقت الشربات ينزل تاني كده او المربى تنزل تاني كده على المعلقه دي، كده لسه ما استوتش. بصوا يا جماعه استوت وبقت جميله ازاي. بصوا بقى، انا هنا حابه ان انا احتفظ بيها قطع، بس يعني ما تكونش قطع عاليه قوي كبيره في الساندوتش بتاعي. فهعملها بالهراسه بتاعه البطاطس زي ما انتم شايفين كده. ههرسها بهراسه البطاطس. لو انتوا بقى حابين ان هي تكون كريمي قوي، اعملوها بالهاند بلندر، اضربوها بالهاند بلندر. يا اما مثلا نستناها لغايه لما عندناش هاند بلندر، نستناها لغايه لما تبرد خالص ونروح ضربنا في الخلاط. بس طبعا هي كده، بصوا القوام بتاعها دوت. فيها قطع بس مش عاليه قوي، عشان ما تكونش في سندوتش يكون يعني عاليه معايا كده، ولا انها يعني خفيفه خالص. ده القوام اللي انا بحبه. لو انتوا حابين زي ما انا عملتها كده براحتكم، مش حابين وعايزينها كريمي اعملوها بالهاند بلندر او بالخلاط زي ما قلت لكم. حابين بقى ان هي القطعه تكون كبيره قوي، يبقى ولا تعملوها بالهراسه ولا بالهاند بلندر ولا بالخلاط، سيبوها زي ما هي. لو احنا حابين ان احنا ناكلها كده يعني في اللقمه كده، ما نعملها سندوتشات خالص. لكن انا كده مديها اللي هي الوسط. بصوا يا جماعه عامله ازاي معايا. دلوقتي بقى هبدأ ان انا اعبيها في البطرمانات. شايفين يا جماعة جميلة بسم الله ما شاء الله الله اكبر. طبعا هي كده لسه سخنة، طبعا كل ما تبرد كل ما هتتقل عن كده. هنحطها بقى في البطرمانات. طبعا البطرمانات ديت انا غسلتها كويس، وكمان شطفتها بمية سخنة او مية مغلية، وبعد كده شطفتها بشوية خل ونشفتها كويس جدا. لازم اهم حاجة يا جماعة عشان تحافظي على المربى مدة اطول، لازم تعقمي البطرمان كويس جدا. يعني لازم البطرمان يتغسل بعد ما تغسليه كويس بالصابون او بالبريل، تروحي معقماه بمية سخنة وبخل، وبعد كده تنشفيه كويس جدا بمنديل، وبعد كده تروح حاطه فيه المربى بتاعتك وتقفليه كويس كده. المربى هتقعد معاكي اطول فتره ممكنه. اهم حاجه بقى، لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وكمان الاشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. وباي باي.